أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك امرأة برج القوس. إن شاء الله النهاردة أول يوم في شهر مارس، يا رب يكون أحلى شهر عليكم، ويكون شهر النجاح وشهر الثقة بالنفس وشهر الطاقة الإيجابية وشهر الخير والفرح والسعادة عليكم بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن قراءة تفصيلية لكل عشرية من العشريات. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعلي زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. امرأة برج القوس، هنتكلم عن كل عشرية وهقول لها ايه التبشير المناسب ليها في شهر مارس، وهقول لها أيضا بعض التحذيرات الهامة. بس قبل ما أبدأ هقول أول شيء ليكم عن الطاقة العامة في هذا الشهر وإيه اللي انتوا هتشعروا بيه وتخلوا بالكم منه. امرأة برج القوس في هذا الشهر هتكون عنديكي ملاحظة قوية وعنديكي تركيز قوي. هيكون عنديكي ملاحظة قوية وتركيز قوي. هتفهمي كل شيء من نظرة، هتفسري كل شيء من كلمة. هتكوني عنديكي انك حدة الطباع شوية، يعني هتكون عنديكي كل شيء بتفسريه، مش هتعدي شيء، مش هتفوتي شيء. دي طبعا لها مميزات ولها عيوب. المميزات انك هتكوني صاحية، هتكوني فاهمة الدنيا، هتكوني واعية، هتكوني عارفة مصلحتك فين، هتخاف على كل شيء يخصك. الشيء التاني ان في او من العيوب اللي في هذا الشيء ان بعض الاشخاص يتهموك بالانانية، يتهموك بالانانية وبانك بتحبي نفسك، فهتلاقيهم يحسدوك اكتر، هتلاقيهم ان هم متغيظين منك اكتر لانك مركزة شايفة كل شيء بتخلي بالك منه. طيب دي طاقتك العامة. طيب بالنسبة للبشائر وايه التحذيرات؟ البشائر ان العشرية الاولى امامها هي والعشرية الثانية والعشرية الثالثة امامهم زي ما قلنا في هذا الشهر حب جديد، حب يتطلب منهم وقت طويل، بس الوقت ده يتطلب منهم صبر وذكاء في التعامل، لأنكم بتعاملوا شخصية صعبة شوية ولكن شخصية محبة، وشخص هيعوضك عن السنين اللي فاتت، بس هياخد منك وقت وممكن يدخل بيك في شهر أبريل وشهر مايو عشان هو عايز يتعارف ويكون تعارفه طويل المدى. طيب وفي نفس الوقت من العشريات الأولى والثانية هتتلاقوا والعشرية الثالثة أيضا هتلاقوا في شخص ملهوف عليكم من الماضي، في شخص من الماضي ملهوف عليكم بيبكي بدل الدموع دم، جواه نار بتاكل فيه بسبب إنه عايز ياخد خطوة إيجابية ومش عارف ياخدها إزاي، عايز يتصدى ليكي ويبقى قدامك ليل نهار ومش عارف يوصل لقلبك ولا عقلك تاني. بيستخدم معاك قانون التخاطر، بيستخدم معاك قانون الجذب العام، بيستخدم معاك نقول حد يكلمك عليه او يجيب سيرته امامك، ولكن هو مش عارف يصلك ازاي، وبيسعى 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 لانه عارف انه تماما ظلمك وتجاهلك في فترة من الفترات، وهو أيضا حاليا ندمان وتعبان ولكن عايز يوصل إليكي وحاسس إنك نفضتيله ومش عايزة ترجعي له، وكمان بتدور حاليا على مصلحتك أنت، وأصبحت من النوع اللي بتحب نفسك وبتحب مصلحتك، وده شيء مش عيب ولا حرام. امرأة برج القوس بالنسبة للعمل أيضا بسبب ملاحظتك وتركيزك القوي هيكون أمامك نجاح باهر في هذا الشهر، ويكون أول سلم من سلالم النجاح ليك في الشهور اللي جاية بإذن الله. فعندك في دخل مادي كويس، ولكن التحذير إنك هتكوني بتصرفي مصاريف كتيرة خالص، فخلي بالك اقتصدي في أموالك في الصرف بالذات. حاولي إنك تعلمي إن القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود، فخلي بالك من الموضوع ده، حاولي توفر على قد ما تقدري. كمان بالنسبة للصحة عندك تنتبه جيدا لصحتك، لأنك لو عايزة تبقى قوية سواء عاطفيا أو عمليا لازم تكون قوية شخصيا وقوية بدنيا، لازم تنتبه لصحتك شوية، بلاش الإجهاد، بلاش نقول اللي هو إنك تتركي نفسك بدون مراجعة طبيب أو بدون رياضة أو بدون
أي شيء. خليكي دايما تنتبه لصحتك، لأن الصحة دي هي الشيء اللي ما يتعوضش، وهو الشيء اللي هيساعدك على النجاح العاطفي، والنجاح الصحي هيساعدك على النجاح المهني والعملي أيضا. فانتبهي جيدا يا امرأة برج القوس لموضوع الصحة. أما باب العلاقات الاجتماعية وباب العائلة، هيكون عندك زي ما قلنا هو شهر مليء بالمناسبات والفرح داخل عقر دارك، وكمان زيارات متبادلة وعزومات وخروجات. هتلاقي نفسك مشغولة جدا الشهر ده، ولكن دايما زي ما بقول تخلي بالك من نفسك، وتخليكي دايما عارفة قيمتك، انك انت ملكة متوجة على قلوب المحبين. وفي نفس الوقت ثقي بنفسك وثقي بالله اولا، انك هيكون طريق النجاح شهر مارس ليكي بدايته، وهتبدأ معاك الشهور المتتالية نجاحات متتالية. وأطمنكم إن الخير قادم قادم ليكي، بس الصبر مفتاح الفرج. أنا مش هطول عليكي، ولكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.